أهلاً بالجميع. اليوم عندنا قصة عجيبة، قصة عن مبرمج قدر ينقذ شركته بالكامل من الانهيار. بس الشيء اللي يخلي القصة دي مميزة فعلاً هو الطريقة اللي عمل بيها كده. صدقوني، مش زي ما ممكن نتخيل أبداً. طيب نبدأ بهذا السؤال اللي يخلي الواحد يفكر، هل ممكن فعلاً شخص في مجال التكنولوجيا، يعني مبرمج بالتحديد، يعمل إنجاز كبير زي ده من غير ما يستخدم أهم أداة عنده؟ الكود؟ القصة كلها بتدور حوالين النقطة دي. خلينا نتخيل الموقف سوا. شركة صغيرة خلاص على حافة الانهيار. الغريب إن المشكلة ما كانتش لا في المنتج ولا في السوق، المشكلة كانت من جوه. فوضى عارمة في طريقة الشغل، كانت بتخرب كل حاجة حرفياً. وطبعاً في عز الأزمة دي كل العيون كانت على مبرمج معين. الإدارة والزملاء كلهم كانوا متوقعين حاجة واحدة، إنه هيقعد شهور يبني نظام برمجي ضخم ومعقد عشان يحل الفوضى دي. يعني ده الحل المنطقي اللي أي حد بيفكر فيه، صح؟ بس هنا تبدأ القصة تاخد منحنى تاني خالص. هو عمل العكس تماماً، بدل ما يفتح الكود ويبدأ يكتب، لا، هو رجع خطوة لورا وبص للمشكلة من زاوية مختلفة كلياً. اللي يثير الإعجاب هنا هو الطريقة اللي فكر بيها. هو ما بدأش بالحل على طول، لا، بدأ بفهم المشكلة نفسها. أول حاجة عملها، مسك المشكلة الكبيرة دي وكسرها لأجزاء صغيرة يقدر يتعامل معها. وبعدين رسم الفكرة على ورق، يعني تخيل الحل بشكل واضح. الخطوة اللي بعدها كانت إنه يعيد تنظيم طريقة الشغل نفسها اللي كانت مسببة كل الفوضى دي. وفي الآخر بعد كل ده طلع بحل بسيط جداً لدرجة ما حدش يتوقعها. طيب بعد كل التحليل والتخطيط ده، أكيد السؤال اللي في بالي الكل دلوقتي هو إيه هو النظام العبقري اللي بناه؟ إيه هو الاختراع التقني الخارق اللي حل كل المشاكل دي؟ وهنا بقى المفاجأة الكبيرة، الحقيقة إنه ما بناش أي نظام ولا سطر كود واحد كتبه. الحل اللي قدمه ما كانش برنامج كمبيوتر أصلاً. يعني الخلاصة أن مساهمته الحقيقية كانت عملية جديدة تماماً، طريقة تفكير منظمة للشغل. هو حرفياً أعاد تصميم طريقة عمل الشركة كلها. التغيير ده في العملية هو اللي أنقذ الشركة، مش أي تطبيق أو برنامج جديد. القصة دي بتوصلنا مباشرة لصلب الموضوع والدرس الحقيقي منه. في أسطورة أو فكرة مغلوطة منتشرة جداً في عالم التكنولوجيا عن إيه اللي يخلي المبرمج أو الخبير التقني فعلاً شخص عبقري. وهنا الفرق بيبان بوضوح. الفكرة الغلط هي إن قيمة المبرمج بتتقاس بعدد لغات البرمجة اللي يعرفها أو الأدوات المعقدة اللي بيستخدمها، لكن الحقيقة على أرض الواقع مختلفة تماماً. القيمة الحقيقية هي في القدرة على تحليل المشكلة من جذورها وإيجاد الحل الأنسب والأكثر فعالية، سواء الحل ده محتاج كود أو لا. الفلسفة دي مش مجرد كلام نظري، لا، دي مبدأ قوي جداً بيحقق نجاح على أرض الواقع. في شركاء تكنولوجيا كتير دلوقتي بيشتغلوا بالطريقة دي، بيركزوا على العملية نفسها قبل ما يفكروا في الكود. وخلينا ناخد أب سمارت كمثال على ده. هم بيطبقوا نفس المنطق اللي شفناه في قصتنا. العملية عندهم بتبدأ من فهم المشكلة الأساسية للعميل، بعد كده ينظموا الفكرة الجوهرية ويبسطوها، وفي النهاية يحولوا الرؤية المنظمة دي لحل برمجي جاهز للاستخدام. الفكرة كلها إنهم يكونوا الشريك اللي بيحول مجرد رؤية لنظام شغال وفعال. وبكده نكون وصلنا لنهاية تحليلنا السريع، والفكرة كلها بتتلخص في نقطة واحدة أساسية تخلينا نفكر. ده هي الرسالة الأهم. النجاح الحقيقي مش بس في التكنولوجيا، في أي مجال مش بيتقاس بمدى تعقيد الأدوات اللي بنستخدمها، لا، بيتقاس بالتأثير والقيمة اللي بنقدر نخلقها. العبرة دايماً في النتيجة النهائية. وفي النهاية السؤال ده يبقى مطروح للكل، لو الواحد ركز على التفكير المنظم وحل المشاكل الحقيقية، يا ترى إيه هي الأشياء العظيمة اللي ممكن يبنيها، يمكن حتى من غير ما يكتب سطر كود واحد؟